ومش أنا قُلت لأ، ما قُلنا لأ بقى ما تزهقوناش. ناس كتيرة أوي بتخاف تقول لأ، بتحس إن هي هتغلط أو بتخاف تزعّل اللي قدّامها. هاقول لكم قصة سِت قالت لأ وقلبت البلد كلّها. سنة 1955 في أمريكا القوانين كانت عنصرية جدًا، والبشر كانوا متصنفين سود وبيض، وطبعًا البيض كانوا ليهم الأولوية في المواصلات لو حد أبيض محتاج يقعد، والناس كانت متعودة تسكت. بس روزا قررت تقول لأ، ورفضت تقوم، والشرطة قبضت عليها، وتصرفها ده قلب البلد من فوق لتحت، وأشعل شرارة حركة الحقوق المدنية، وبدأت مظاهرات ومقاطعات، وبقت روزا رمز الشجاعة والتغيير. وزي ما كلمة حاضر بتريح، كلمة لأ بتريح برضه، في الشغل، في البيت، أو مع حد بيضغط علينا. ساعات بنحتاج وقفة، والرفض أحيانًا أفضل 100 مرة من موافقة تحت ضغط تولد الانفجار. بنحتاج ساعات نرفض علشان نحافظ على سلامنا الداخلي، وعلشان نحافظ على علاقاتنا. ودمتم قايلين عم عباس الضو بيقول لا لا